يا أيتها الأمة المباركة، حاجة الجيل اليوم إلى وصله بعظماء الإسلام وعلى رأسهم الصحابة حاجة ماسة، فالقدوة الصالحة كما قيل توازي الجيوش الفاتحة. والشاهد أن شرق آسيا دخل الإسلام على أيدي تجار صاغوا حياتهم وفق شريعة الإسلام. وإذا سقطت أو أسقطت القدوات الحقيقية الصالحة فما هناك إلا قدوات زائفة طالحة، همل تعيش أسيرة الأوهام، ليسوا بأعراب ولا أعجام، يترسمون الغرب حتى يوشكوا أن يعبدوه عبادة الأصنام. من يصدق في أحدهم يعصي الإله، فإن أشارت عرسه بإشارة فالقول قول حذام، ويكاد يسلخ نفسه من قومه لو تستطاع قطيعة الأرحام. وإن سقطت أسود الغاب يوما ففي الغابات يحتفل النباح، وحينها لبطن الأرض خير. يا أيها المسلم قائدا وعالما ومعلما ومربيا ووالدا وناشئا، انظر إلى هدي الصحابة والذي قد كان منهم في الزمان الخالي، فهم الأدلة للحيارى، من يسر بهداهم ولم يخش من إضلال، وهم النجوم هداية وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال، وهم أصل ونحن له فروع، وهم متن ونحن له حواشي. ألا في إثرهم سيروا وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، ففي طريق السلف النجاة وهي لكل مسلم منجاة، وليس غريبا بأن تحتذي مذاهب آسادها الأشبل. اللهم إنك قد قضيت على لسان نبيك أن المرء مع من أحب، وإنا نحب نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. اللهم ارزقنا التأسي بهم في الدنيا واجمعنا بهم في الآخرة. اللهم أعز دينك وأظهر أولياءك وأخزي أعداءك في عافية لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذه الكلمة نافعة لي وللمسلمين، ومن العمل الصالح الذي لا ينقطع أجره إلى يوم الدين، وذخرا لنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.